السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض فتة بالخل والثوم، كمان هنعمل الرز الأبيض بتاعها بطريقة الرز المكمور، وطريقة الرز دي مشهورة جدا في الصعيد. تعالوا بقى نشوف احنا عملناها ازاي. ونبدأ بأول حاجة نعمل صلصة الفتة. حلة على النار وهنحط فيها معلقة من الزبدة. مجرد ما الزبدة تسيح وتسخن معانا هننزل بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم. اساسي في صلصة الفتة الثوم، لكن في ناس بيحبوا يدي تقل للصلصة فبيحطوا قبل الثوم بصلة صغيرة تدي تقل بس للصلصة، لكن هي الصلصة بتتعمل بالثوم. هنقلب الثوم في الزبدة لغاية ما الثوم يبدأ يلون معانا وياخد لون ذهبي فاتح جدا. اول ما يوصل للون الذهبي الفاتح هنضيف عليه معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة المطحونة، ونقلب الثوم مع الكزبرة. بمجرد ما الكزبرة ريحتها تبدأ تبان والثوم يلون بلون ذهبي غامق شوية، نكون مجهزين طماطم ومصفينها كويس ونضيفها على الثوم بتاعنا. دلوقتي هنضيف معلقة كبيرة من الخل، ونصيحة بلاش نحط الخل على الثوم بعد ما يتحمر. هتبصوا تلاقوا الصلصة بتمرر معاكو، والتومة بتاع الصلصة هتعمل دخان وهتتعب لكم عينيكو. فيفضل ان احنا نحط الخل بعد ما بنحط الطماطم. دلوقتي بقى بدأنا نحط التوابل: معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة من الفلفل الاسود، وربع معلقة من الشطة. وكمية الشطة دي ما تقلقوش، هي مش بتخلي الصلصة مش هتشطة. ونقلب الصلصة مع التوابل وهنسيبها على النار. الصلصة بتاعتنا بتاخد 12 دقيقة بالظبط على النار، وبعدين بنطفي النار عليها. نعمل تاني حاجة الرز المخمور اللي انا بقول لكم مشهور في الصعيد. هنحط معلقة من الزبدة في حلة على النار. اول ما الزبدة تسيح كده بصوا الكمية المادة الدهنية قليلة جدا في الرز ده. بنحط مية وبنحط ملح، وبنظبط الملح بقى حسب ما احنا بنحب نحطه، ونقلب لغاية ما الملح يدوب. وهنغطي الحلة وهنسيب المية لغاية ما تغلي. اول ما المية تغلي بالشكل ده نكون محضرين كوبايتين رز مغسولين ومتصفيين كويس. احنا عارفين ان الرز المصري بياخد لكل كوباية رز من كوباية لكوباية وربع مية حسب نوع الرز. فاحنا نحط الاول بمقدار كوباية مية لكل كوباية رز، ولو حسينا ان الرز محتاج نبقى نزود. دلوقتي بقى هنعمل العيش. هنحط في طاسة معلقة من الزبدة، ونكون محضرين عيش بلدي بنقطعه مكعبات. اول ما الزبدة تسيح هنضيف لها العيش اللي احنا مقطعينه. شايفين؟ لو انتوا عايزين تخلوا المكعبات اصغر من كده براحتكم، بس انا شايفة ان الحجم ده كويس، بحيث لما نيجي نحط الرز مع العيش مع الصلصة من شدة السخونة بتاع الرز والصلصة ما يخليش العيش بتاعنا يعجن في النص. دلوقتي هنفضل نقلب العيش في الزبدة لغاية ما العيش كله يتغلف بالزبدة بتاعتنا. طبعا واحنا بنقلب العيش في الزبدة كده العيش بيتحمص. ممكن نعمله كده على عين البوتاجاز، وممكن ان احنا نحطه في صينية ونرش عليه شوية من الزبدة ونقلبه ونحطه في فرن البوتاجاز، ومن وقت للتاني نفضل نقلب فيه، نخرجه من الفرن ونقلب فيه. انا بستسهل ان انا اعمله في طاسة على عين البوتاجاز. دلوقتي كده ضفت معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وهبدأ ادخل الثوم على العيش واحدة واحدة، وهفضل اقلب العيش في الثوم لغاية ما الثوم يلون معانا وياخد لون ذهبي فاتح.
وبكده العيش بتاعنا هيكون اتحمص وخد درجة تحميص كويسة وشرب من التوم. كده خلاص التوم اتحمص معانا وخد لون ذهبي. هنحط بقى معلقة من الخل على العيش ونغطي ونطفي النار. دلوقتي كله خلاص بقى جاهز معايا. هنبدأ بقى نرص الطبقات بتاعتنا. هجيب اي قالب انا حابة شكله وهحط اول طبقة رز. هحط كده طبقة رز وافردها كويس واكبسها بالمعلقة علشان خاطر تبقى ثابتة وما تفكش. بعدين هحط في النص طبقة من العيش. طبعا بقى العيش زي ما احنا بنحب، عايزين عيش كتير، عايزين عيش الفتة يبقى قليل، برضو ده حسب ما احنا بنحب وحسب الذوق. هفرد بقى العيش كده في النص وهحط طبقة تانية من الرز. انا حابة الرز يكون اكتر من العيش. وبرضو نفرد طبقة الرز التانية بحيث ان احنا نبقى بنثبتها على طبقة الرز الاولى وطبقة العيش. بصوا انا بثبتها بالسباتولا. بعدين هنجيب السيرفيس بتاعنا او الطبق اللي احنا هنقدم فيه وهنقلب فيه الترتيب اللي احنا رصينا بيه الصينية بتاعتنا، ونحط بقى الصلصة على الوش. برضو الصلصة حسب ما بنحبها كتير بنحبها قليل، بس انا رأيي ان احنا نحط صلصة على الوش كده ونحط جنبها طبق تاني من الصلصة. اللي حابب يزود الصلصة تبقى كتيرة او قليلة عنده في طبقه، كل واحد بقى يتصرف حسب ما بيحب. اعملوا بقى اللي انتوا عايزينه وحطوا الصلصة زي ما انتوا عايزين تحطوا الصلصة في النص بس براحتكم زي ما انتوا حابين. كده طبق الفتة خلص معانا وادي اللحمة كمان. وانا هحط لكم تحت الفيديو ده لينك لطريقة جميلة جدا لسلق اللحمة، هتطلع معاكم شوربة حلوة قوي وهتطلع معاكم اللحمة طعمها حلو قوي. وخلص فيديو النهاردة، ويا ريت يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم هستنى ان انتوا تعملوا شير ولايك للفيديو. ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي دوسي على زر اشتراك وفعلي الجرس لو حابة يوصلك مننا كل جديد. واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.